مهنيني على حلق واحد، وليه بيقول لي نلزقه لها بالامير، ما بيعيش في ودنها حلق. هي شكلها تموت والله بالحلقان. صحي لولي انا لولا صح؟ طيب تقلعي الحلق ليه يا لولا بقى؟ شكلك سكارة خالص يا ايه اكسفة. انا بعد ما قفلت معاكم الروتين قلت لا انا لازم اقفل الروتين ده قفله تليق بينا. المهم انا صورت الريل زي ما اتفقت معاكم، ودلوقتي داخله على معركه في المطبخ لا تعلمون عنها شيئا. وعشان انا عارفه هيجيلي سؤال ليه مش تعملي تنظيفات العيد وكده، يعني مين ما بيفرحش من النظافه. انا بحمل الريل اللي انا كنت لسه بصوره دلوقتي عشان الحق اعمله اديت وينزل على طول قبل الفطار، عشان ناقصها حاجه تنزل تجيبها. كنت بكلمكم النهارده عن البودر المعطره للجسم بكل انواعها، بجد انا من احلى الانواع اللي جربتها في عمري في حياتي. هي بتاعت انشانتر ودي بحبها جدا، بس هي الباكجينج بتاعتها يعني بتضطري انت تجيبي علبه وتفضي فيها وكده، بس بجد العطور اللي فيها تحفه عالميه وهتقعد معاكم فتره طويله جدا وحلوه جدا بالنسبه لي، ما فيهاش غلطه لحد ما جربت دي من روز بيري. انسي بقى، انسي اي حاجه انت جربتيها قبل كده، يخرب بيت الجمال وثبات الريحه الحلوه. انا اكتر فتره وليد معلق عليا فيها، واللي هو وايه، وممكن مثلا كنت بحط قبل كده برفيومز وحاجات كده واوريجينال طبعا، يعني اللي هو ثبات بقى الثبات، لكن دي اكتر فتره واكتر حاجه بيحييني ان انا جبتها، واكتر حاجه بيسقف لي ودي حاجه ما بتحصلش ان انا جبت البودر المعطره دي. وايه اول ما جبتها قال لي لا لا ريحتها ايه ده، لا ريحتها قديمه قوي. بحطها على جسمي بتندمج كده مع الجسم، بتطلع ريحه تالته خالص، قمر 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 قمر. وبفضل طول ما انا بتحرك طول اليوم الريحه القمر دي معايا. مش عارفه ازاي دي اصلا ما جاتش في حياتي قبل كده. لو لقيتوها في اي مكان هاتوها، هي ممكن تكون يعني غاليه شويه بالنسبه لاي نوع باودر تانية، يعني اي نوع باودر مثلا في حدود ال100 وحاجه، دي ب600، بس هي تستاهل كل جنيه، خاصه ان هي عملاقه كده. انتوا يعني باين لكم هي قد كف ايدي بالظبط، عملاقه جدا، فهي كبيره هتقعد معاكم فتره طويله وانت اصلا مش بتحتاجي منها غير لو بس خلاص الموضوع انتهى. بحط هنا كده بقى قد ما انتهى من وقت ما جبتها، حطها عندي على التسريحه بقى رايحه جايه تشك 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 ادلع نفسي، تحفه تحفه. فانا بقى كنت عامله لكم ريل عن فكره الباودر عامه، ودلوقتي بحمله عشان اعمل له اديت بسرعه قبل ما ادخل في معركه المطبخ. ليه مش هنضف؟ عشان انا مش ههلك صحتي ولا ههلك نفسيتي ولا هتعب اعصابي اكتر ما هي تعبانه بحوار التنظيفات. انا هعمل الحاجات اللازمه اللي تخلينا واحنا قاعدين في العيد قاعدين مرتاحين، مش اكتر من كده، قاعدين في مكان نظيف. وفي حاجات كده كده بتتنضف، يعني كده كده ما بيعديش عليها اصلا يوم ونص، ما بيعديش عليها يوم الا ربع اصلا، زي الحمام زي المطبخ. هتلمعي رخامه، هتعملي حاجه، التويلت على طول على طول. طبعا انتوا عارفين بقى الرجاله والشباب اللي بيبقوا معانا، فلازم ننضف على طول على طول، حتى لو هعقم كده في السريع. ففي حاجات كده كده بتتعمل، لكن انا بجد مش ههلك نفسي واجي بقى ايه استموت لهم بقى في العيد. مش هعمل في نفسي كده بجد، مش هعمل كده في نفسي، هعمل اللي اقدر عليه وخلاص، ونلم الدنيا وخلاص. وبجد عايزاكم انتوا كمان تعملوا كده، ما تهلكوش نفسكم عشان احنا في النهايه اللي بنتعب. وعلى رايي يعني مش فاكره كنت بسمع مين، دكتوره باكينين باين او حاجه كانت بتقول يعني او باين بوست قراته، لا دكتوره بكنام كانت بتقول اخر مره شفت فيها الحوض فاضي ما فيهوش ولا معلقه ولا كوبايه كان من ساعه ما كنت عروسه مثلا. لو اصلا بتبقي خلاص مش هتطبق الحوض ويجي حد يرمي لك خدي بقى دول خدي بقى، الواحد بجد بيبقى بيشد في شعره خلاص. حتى لو عندك غساله اطباق على فكره برضه، هي طبعا بتشيل عننا حمل كبير، يعني ربنا يا رب يرزقكم كلكم بيها، بجد نعمه 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 هتحمدوا ربنا عليها وهي في حياتكم. بجد حلوه جدا وعمليه جدا وبتشيل بصراحه عن الواحد كتير. بس ده برضو ما يمنعش ان في حبه رفايع كده برضو بتتغسل على الايد، او حاجات ما بتبقاش مستاهله ان احنا ندخلها الغساله او كده، فبرضو يعني. لكن هي بقى كانت بتقول ان اخر مره لقيت فيها الحوض فاضي كان من ساعه ما اتجوزت. انما كان في بوست تقريبا منتشر او حاجه بيقول انه الاولاد مش هيفتكروا هدت حيلك في البيت وفي التنظيف وفي الترويق ومش عارفه ايه، في حين ان هم يعني اللي هيفتكروه قعدتك معاهم، لعبك معاهم، خروجاتكم سوا، الفسح، مشاركتك ليهم في حياتهم. لما بنقوم مثلا نعمل اكله حلوه او حاجه او مثلا حلويات، ممكن ما تكونش بجد احلى حاجه، بس بالنسبه لهم
الدفى والروح اللي في البيت دي احلى كتير. فانا مش عايزه اعمل في نفسي كده، انا باخد على قد ما اقدر كل يوم جزئيه. يعني انا اليوم اللي روقت فيه التسريح عملت ايه؟ غيرت الملايه، لمعت الازاز، كنست الارضيه، بس يعني خدت المرايات كلها والارفف كلها وكنست الارضيه ولمعت الازاز. هتقولوا لي طيب انت كده، طب ما انت كده عملتي كل حاجه. لا، ما عملتش كل حاجه. انا لو بالنسبه لي لو هنضف التنظيفه الصح، همسك من اول بلكونه، عشان عندي بلكونه في اوضه النوم، همسك البلكونه ازعفها كلها واغسل السور واغسل الارضيه، هشيل كل السجاجيد، انا مش هعملها بالمكنسه، هشيل السجاجيد، هدخل الاول ازعف كل حاجه، هطلع كل اللي اقدر عليه بره، المع كل حاجه وادخل تاني. انا كده بالنسبه لي اكون راضيه. لكن انا ما عملتش كده، عملت اللي يديني شكل رايق للاوضه، وفي نفس الوقت مفيش تراب والدنيا نظيفه ومرتاحه. تمام. لان انا بجد لو سبت نفسي ان انا اقعد انضف بقى كمل حاجات المفروض ان هي تنضف، انا مش هخلص. وانا عايزه اعمل بلان كده لليومين بتوع العيد، لان العيال لما بيقعدوا يوم اجازه بيفضلوا دي وشها في التابلت، ده وشه في الموبايل، ولا وشها في الزن، مش لاقي حد يلعب معاها، بضطر اشغل لها مثلا شويه اغاني على الكرتون، ما بتندمجش قوي معاهم، بتجيلي تعطلني، بيبقى بصراحه عطله وملل، وببقى حاسه جدا بالتقصير وحاسه انه بالذنب ان انا سايباهم كده قدام الشاشات. بحس بالموضوع ده جدا، يعني اكيد يعني كلنا كده برضو. فما بقتش عايزه اعمل الموضوع ده كتير. فهم هيقعدوا لي حوالي اسبوع او 10 ايام. منهم الحاج صقر هيجي، منهم حماتي واخوات وليد هيجوا يقعدوا معانا يومين برضو. يعني يومين برضو هنبقى في جو اسري لطيف عائلي جميل، يعني مش هيبقوا قدام الشاشات قوي. ممكن في يوم نخرج مثلا، نروح كيدز اريا او كيدز ستيشن او حاجه، نروح في البدري كده مثلا ونتغدى بره ونيجي مثلا يعني. لكن معظم الوقت برضه هيبقوا قاعدين معانا. هم حتى بقوا مش عايزين يتفرجوا على المسلسلات اللي هم مثلا بيحبوها معانا عشان وشهم في الموبايلات. فانا قلت بقى هطلع الكتب اللي انا كنت جايبه لهم في فتره معرض الكتاب، كتب حلوه قوي وقصص كتير، وقلت هقعد اقرا لهم شويه. كنا جايبين برضه بازل والعاب ذكاء وكده، قلت ممكن اقعد العب معاهم. فانا هقوم على فقره الغدا ده بجد اللي انا عايزه اعمله. مش عايزه اقعد اهلك نفسي في التنظيف والاقي ان انا مش قادره اعمل معاهم اي حاجه. انتوا ما بتشوفيش بجد، ما بتشوفوش منظري بعد الفطار، بعد ما اخلص صلاه العشاء تحديدا. صلاه العشاء قفلت من هنا، بقعد كأن حد مسمرني في مكاني، مش قادره حتى اقوم اجيب لنفسي بق ميه. لو حد بقى طلب اي حاجه، ناولوني اعملوني عشان اتلحلح واقوم ادخل الحمام، حتى خلاص فضيحه. ما بيبقوش بقى شايفين الفرق من اول الفجر ومفيش فاصل في اليوم، لا انت فرق متواصل. فمش عايزه اعمل في نفسي كده. فقلت خلاص انا مش هعمل ولا تنظيفات عيد ولا بتنجان، انا هعمل التنظيفات اللازمه، وكل واحده تعمل اللي هي شايفاه انه لازم يعني ان هي تعمله، وربنا يقدرنا. وتاكدي يعني ليكي ثواب واجر كبير قد كده قد كده على كل حاجه انت بتعمليها مهما كانت صغيره. بس فعشان كده انا مش ناويه ان شاء الله اعمل تنظيفات عيد ولا اي حاجه. انا اصلا هنزل لكم ان شاء الله بعد العيد او فتره العيد، مش عارفه يعني هلحق اديت الفيديو ده امتى. كنت فيديو مصوراه من الترم الاولاني، انا جايبه بص، فكرت في يوم ان انا اعمل له مونتاج، جايبه بص انا مصوره الفلوج ده امتى، لقيته ان انا مصوراه في اول يوم في المدارس. متخيلين؟ من الترم اللي فات ما شافش النور. كنت وقتها بقى يعني عامله تنظيفات من الاخر للشقه كلها عشان افرش السجاجيد. ده التنظيفات اللي ترضيني. بس وقتها انا قعدت بتاع 3 ايام كده 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 من كتر التعب، تعب 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 جدا. فمش عايزه اعمل في نفسي كده. انا عايزه افرح بالعيد وفرحه العيد وبالاجازه، واقعد مع الاولاد واقرا لهم في كتب ونلعب سوا ونخرج وننزل نجيب لبس العيد وننزل نجيب لعبه العيد، ما ان لسه ما جبناش لبس العيد. قلنا هناخدهم كده في يوم الصبح بدري خالص اول ما المول يفتح. انا اصلا مترجته محل معين هروح اجيب لهم منه لبس العيد، قلت هاخدهم نجيب لهم لبس العيد، ولعبه العيد هتتجاب في العيد ان شاء الله، عشان يعني ممكن نروح نجيبها بس مش نفتحها غير في العيد ان شاء الله. وبس مش عايزه بجد احط اي بلان لشغل في البيت عشان ما اجهدش نفسي واتعبها يعني على الفاضي. قولوا لي بقى انتوا ناويين على ايه وهتعملوا ايه، وربنا يعني يعيننا في كل الاحوال. تعالوا اوريكم منظر المطبخ والتلاجة. كبست كل الحاجات عشان برضو الجو الى حد ما مش ساقعه، فخايفه برضو على الحاجه وكده. وان شاء الله هخلص اديت على طول للريل، هغير بس واشيل الميك اب، وهعمل اديت للريل انزله في السريع
وهدخل على طول على معركه المطبخ. هيكونوا اصلا العيال جم الساعه 1:30 اوريدي، يعني قدامهم ربع ساعه وهيبقوا فوق راسي. فانا هخلص الحاجه المهمه اللي لازم تخلص وهم مش هنا عشان اعرف اركز فيها. لان انا حتى اوكي ممكن ما كنتش بعرف اصور، بس على فكره انا برضو ما بعرفش امسك الموبايل او اقعد على اللابتوب واقعد اعمل اديت كتير في وجودهم، عشان يعني رغم ان ده احسن يعني فاهمين اللي هو مستحيل اصور في وجودهم، انما ممكن اعمل اديت في وجودهم عادي. بس انا ما بحبش ان انا افضل دافسه، ان انا ببقى مركزه بقى قوي، تشال ثانيه هنا وتشال 3 ثواني هنا وارجع عيد من الاول عشان لو في غلط اشيله بتاع. الحاجات دي بتاخد وقت لا نهائي. ما بحبش دفسه وشي في الموبايل او في اللابتوب وهم موجودين، عشان خاصه كمان لولا عشان ما تتعلقش بحاجه زي كده. هم طبعا مش فاهمين ده شغل، يا حبايبي ده شغل والله، هم مش بيبقوا مدركين. وبرده وليد نفس الوضع، برده شغله معظم الوقت بيبقى برده لابتوب وبتاع وكده، فبرده دافس راسه في شاشه. فانا مبقاش عايزه اعمل كده. فخلص دلوقتي الايديت بتاع الريل ده بحيث لما يجوا ابقى انا شغاله في المطبخ، فانا كده يعني شغاله في حاجه بيتي يعني شويه. واللي هو مثلا لو زوزو هتيجي تحكي لي حاجه، لو سلي هيتكلم معاه جهز له حاجه بتاع، هبقى في المطبخ مش هبقى ماسكه الموبايل يعني. بس فيدوب قدام بالظبط ربع ساعه احاول ان شاء الله انجز فيها الريل ده وهنزله على طول. وانتوا بس دعواتكم كده، تعالوا بس اوريكم منظر المطبخ البائس وبعد كده اشوف بقى اللي ورايا. ادي الدفعه الاولى ادي الدفعه الثانيه. تخضوش ها تخضوش، انا نفسي مخضوضه والله. اقفل تاني. السجاده البائسه عقبال ما سجادتي حبيبتي تيجي. اشكرك. طبعا ده محتاج رصه، يعني ده مش مليان على الاخر، ده محتاج رصه حلوه. بس ازاي هنرص الرصه الحلوه من غير ما ننضف؟ طبعا لازم نسحل نفسنا وننضف، فهنضف الاول بس. والمطبخ هلملمه على السريع. جبنا بطيخه طلعت وحشه قوي طلعت مش حلوه بصراحه، بس يعني كان نفسي قوي في يوم كده نعمل ايه سهور عباره عن بطيخه وجبنه بالعيش، بس هي للاسف ما طلعتش حلوه ابدا. فادي نص اهو ما تاكلش غير حتتين منه، والنص التاني اهو طلعته طبعا عشان احط الفراخ والحاجه في التلاجة عبال ما اظبط. انا ليه بتسيبولي المايك؟ انا ما حدش يسيب لي المايك، انا مجرد ما بمسك المايك خلاص بقى الموضوع انتهى. لازم اجيب القديم والجديد واحكي وارغي، ما بعرفش اسيبه، فمحدش يسيب لي المايك. ايوه انا بخبط عليه. بغى اقول لكم ترحبوا معايا بالتيبل الجديده دي، بس استحي ليه بقى؟ انا بحب قوي الترابيزات الجانبيه اصلا يعني. فالمهم اللي عندنا كان عندنا ابيض واسود، كان نفسي بقى اجيب حاجه خشبي كده وتبقى ستايلها كده بيضاوي عشان ما نقعدش نخبط في السلوم بتاعتها واحنا رايحين واحنا جايين. بس حقيقي مش وقت فرجه، احنا استلمنا على طول. وانا حاليا في معركه المطبخ، خلصت غسله هشغلها بقى، وبعدين هلمع الرخامه على السريع كده وافضي بقى التلاجة باللي فيها عشان ابتدي ارص. الساعه دلوقتي 3:30، فانا قدامي 2.5 ساعة على الفطار ان شاء الله. فلسه بعد معركه المطبخ وكده والتلاجة ونفضي ونرص وننضف ونعمل، هبتدي بقى في الفطار قبل الفطار مثلا بساعه ولا حاجه ان شاء الله يعني، عشان يعني كده ولا كده الجمبري ما بياخدش وقت. بس المهم كنت اقول لكم ايه، ليه بقى انا ساحله نفسي في تنظيف التلاجة دي؟ لان هي بجد ضروريه، يعني التلاجة رايحين جايين عليها وكده، وما اعرفش بجد ايه اللي بهدلها الفتره دي كده، بس مش مشكله ملحوقه هخلصها عشان انا نفسي اكون مرتاحه. انما لو ما كانتش حاجه متشافه يعني او ايدي مش طايلاها قوي زي المطبخ مثلا من فوق عادي ما كنتش ههتم، لكن التلاجة التعامل معاها مباشر 24 ساعه فلازم تخلص. بس فدلوقتي هشغل غسله ولمع الرخامه وابتدي بقى في المعركه بتاعه التلاجة. فدعواتكم. اديت شويه شنط وطبعا لسه هكمل يعني، بس النهارده صيانه بتاعه الفلتر، فمستنيه بتاع الفلتر الاول يجي ويخلص وبعد كده ابقى اشتغل بقى في قصه التلاجة دي عشان ما افضيش الحاجه واقعد اشيلهم تاني. عايزين ننجز. كمان انا عايزه اروق قوي الاريا دي عشان نحتفل بقى مع بعض بالكوفي ماشين الجديده. تعالوا لما نعمل لها انبوكسنج كده سريع في 3 ثواني قبل ما بتاع الفلتر يجي، عشان انا عايزه احطها بصراحه متشوقه قوي. طبعا انا جايباها من جروب حبايبنا في مصر، انا لسه هتكلم معاكم بس استنوا بس نعمل انبوكسنج سريع وبعد كده اقول لكم على كل التفاصيل. شوفوا الجمال، شوفوا الحلاوه دي مع الفرشه دي. انا عارفه كل تفاصيلها على فكره، ابقى زغرت بس استحي. واو ما شاء الله، جميله وسيمبل.
الحلاوة دي اتعمى دي. مبروك عليا. تم بحمد الله، خلصنا الصيانة بتاعة الفلتر، ودلوقتي انا قدامي ساعة ونص، هما ساعة ونص اعمل فيهم الفطار واخلص فيهم التلاجة. قولولي ازاي، قولولي ازاي. فربنا يسهل كده والحق اخلص على طول. انا هبتدي ربنا يسهلها بقى، بس هفصل التلاجة الاول عشان اشتغل براحتي، وطبعا هدخل الحاجات دي الاول جوه. طبعا زي ما كلنا عارفين الفلاتر بتشيل بلاوي، فبجد يعني ان شاء الله اعملوا حسابكم كده لو انتوا بتجهزوا يبقى اساسي معاكم، ولو انتوا متجوزين بقالكم فتره، انا جبته بعد كام شهر يعني من الجواز وبس، والحمد لله يعني ما غيرناهوش غير مره، كان حصل فيه مشكله كبيره او ساعه ما عزلنا فجبنا موديل احدث حاجه كده يعني، لكن ما شاء الله طول ما انت محافظه عليه وبتعملي له صيانه هيعيش معاكي. وبجد زي ما انتوا شايفين كده يعني الحاجات دي كانت هتبقى في معدتنا دلوقتي بتهري في مصارنا لو ما كانتش طلعت في الفلتر. الناس اللي تقول ملهاش لازمه و7 فلاتر ايه و5 فلاتر ايه، هو مراحل يعني، بيبقى الفلتر 5 مراحل او 7 مراحل، لا بيفرق مهما كان، ناخد الاسباب ويعني سبب على ربنا، بس هو بجد بيفرق جدا. وفعلا دلوقتي اما مثلا بنشرب بق ميه عادي بيبقى في فرق طبعا ما بينه وما بين طعم ميه الفلتر يعني، فهو بجد من الاساسيات. حتى المره اللي فاتت انا ما علقتش لو تلاحظ، وما عملش اي مشكله في المكان. شغاله في امان الله. طلبات ايه خلينا اخلص يا لولو. الساعه بقت 5:50 صح؟ 5:10 ولا ايه؟ الحمد لله انا خلصت نص المهمه، نصها بس الحمد لله يعني الفريزر استوعب كل حاجه. بس طبعا اضطريت ان انا ابتدي في الفطار لان فاضل نص ساعه الفطار، فاضطريت بقى ان انا ابتدي، وبعد بقى الفطار ان شاء الله هبقى اعمل باقي التلاجة، نديها مسحه بقى على السريع ونظبطها، بس مش دلوقتي، يا دوب اعمل الفطار ان شاء الله اخلص على طول يعني. انا بتبل اهو في الجمبري والفليه خلاص. لولا مصممه تعجن زي خدي عجني شويه الرز، يلا اقعدي، يلا خلاص دول كتير حبه حلوين، يلا اعجني، يلا لبست جلافز وجهزت نفسها ان هي تعجن اهو، يلا عجني الارض على الارض بقى، اقعدي. انا حطيت لها حاجه ينفع تتلم بالمكنسه. انا مجنده العيال 5 دقايق نقعد بس 5 minutes. واو هات واحده، ميرسي، يلا لون، شطار، برافو. القمر زوزو مش مشكله، قمر برضه. انا خلصت اي صفحه. واو روحي ايه. نحتفل معلش، بس رايحه جايه على الترابيزه الجديده. ليه كده ايه بقى، انا بظبط في ديكورات، ازاي يسيبوني استمتع باللحظه؟ مش ممكن على اختياراتي وجمالها، مش ممكن. هنام النهارده وهحلم احلام سعيده، طبعا معروف السبب ليه، عشان القمر اللي منورنا ده، القمر اللي نور المطبخ. متحمسه قوي ان انا اجربها. انا طبعا يا دوب روقت لها الاريا دي وحطيتها، بس ان شاء الله بقى من بكره يتعمل فيها كل حاجه. السلام، اسمع زغاريت كتير قوي. يلا تصبحوا على خير. مين اللي اتدلق امبارح بعد الفطار وما قدرش يكمل المهام اللي وراه؟ انا، بس مش مشكله، لحقت نفسي، نزلت العيال من الصبح بدري لان هم كده صاحيين لي اصلا من 7:15، فنزلتهم. خلصت المطبخ بقى على السريع عشان افضي باقي التلاجة وارص الحاجه. يعني انا امبارح دخلت في التلاجة الحاجات اللي هي ما ينفعش تبات بره التلاجة، بس الباقي بقى خليته بره، فهظبط التلاجة لان دي حاجه ضروريه جدا. النهارده هنفطر من بره، بس انا بصراحه يعني نفسي في بيتزا، بس قلت مش هتهور واعملها عشان ما اسحلش نفسي، مش عايزه اسحل نفسي باي طريقه غير في الدلع والسكين كير والبودي كير. وبعدت جبت اوردر كمان، لما يوصل هوريهولكم. بس فهدي كده كنسه سريعه للمطبخ
وبعدين هفضي التلاجة واظبطها والمعها وارص الحاجه. بس كده، دي يعني تقريبا المهمه الاساسيه عندي النهارده. وبعدين اقعد اعمل اديت بقى لفلوج كده عشان يلحق ينزل لكم، لان اذ فجاه اكتشفت انه العيد مش يوم الاثنين، العيد الحد. انا كل ده مسستمه ان هو يوم الاثنين، فانا كل خططي باظت. فهحاول اعيد ترتيب خططي من اول وجديد عشان اشوف هعمل ايه، وربنا يسهل كده واقدر انزل لكم يعني فيديوز حلوه اليومين الجايين دول. خلصت المطبخ، خليته زي الفل، وشغلت غسله وخلصت وحوارات كتير، وكمان صورت ريل بكلمكم فيه عن المطبخ الابيض، تجربتي معاه، مميزاته وعيوبه، كل حاجه بس في السريع يعني. بس يعني الحمد لله انا راضيه عنه جدا وبحبه جدا. بس كان تعليقي الوحيد على الرخامه بصراحه، ما اتمنهاش لألد اعدائي حرفيا، مش بحبها ابدا، طول الوقت تلطيش وبقع. لكن انت المطبخ اخرك عادي سلم وهتطلعي تمسحيه هيتمسح معاكي عشان الدهون ما تمسكش فيه، ومن تحت لو صلصه وقعت، حاجه طرطشت، حاجه عملت، برضو هتتمسح. لكن الرخامه شغلنا عليها طول الوقت، فبصراحه لا مش عمليه وما حبيتهاش. او يمكن عشان النوع اللي عندي مضروب مثلا فهو مطهقني في عيشتي، مش عارفه يعني. بس انا ما حبيتش فكره الرخامه البيضاء، لكن فكره المطبخ الابيض بقول لكم هو اللي حصل في الريل، انا حباه جدا وعملي جدا وشيك جدا وبيدي وسع جدا وبحبه. دلوقتي هعمل ايه؟ دلوقتي انا نازله عندي مشوار كده في السريع، ولما اجي بقى ابقى اخلص قصه التلاجة دي، لان انا لو قعدت هنام. بكلمكم بمنتهى الصراحه، واليوم هيضيع والعيال هيجوا هيبقى عندهم تمارين وبتاع. ان انا الحمد لله النهارده مش شايله هم الفطار عشان هناكل بيتزا وكده، لكن شايله هم ان انا لازم اقعد اعمل لكم اديت للفيديوز عشان تلحق تنزل، لانه رمضان خلاص بيخلص. كل سنه وانتم طيبين، العيد فاضل عليه يومين، فانا لازم انزل لكم الفيديوز دي. فلو قعدت بجد هنام مسقطه جدا جدا يعني. اكتر يوم حاسه ان انا فعلا محتاجه فيه قهوه، محتاجه فيه نسكافيه، عندي مواضيع كتير قوي قوي عايزه اتكلم معاكم فيها، جهزتها بس طبعا مش هتلحق تنزل. فهشوف كده مده الريل ده، مده الفلوج بتاعنا او الروتين ده قد ايه. لو حسيت الموضوع يساع ممكن اقعد اتكلم معاكم 10 دقايق كده، بس لما الاولاد ينزلوا التمرين، او مثلا لو والد هينزل التراويح بالليل وكده ممكن اخطف برضو 5-10 دقايق كده راغي في السريع. ما حصلش يعني، او ما جاتش فرصه، او الوقت ما كانش تمام يعني، خلاص بقى هبقى اتكلم معاكم بعد العيد ان شاء الله. بس فدلوقتي هنزل مشوار في السريع وهرجع على طول، عشان لسه ما رصيتش الحاجات اللي المفروض تتعمل في التلاجة وانضفها وكده. ما عملتش الفقره دي، مش قادره فعلا، طاقتي مش جايباني خالص يعني. خلصت المطبخ بالعافيه، بس الحمد لله ان هو خلص يعني، خلص تماما. تسلم ايدي، انا تسلم ايدي. ونرحب مع بعض بالقمر اللي منور المطبخ، نرحب بيه كلنا. والمطبخ الحمد لله خلص، والطاسه غسلتها عشان تبقى جاهزه. من بكره ان شاء الله هعمل لهم فراخ مشويه عشان استخدم الطاسه الجديده دي. حاسه كده ان هي هتطلع الاكل بجد مختلف يعني. بس فغسلتها، بس ما جاتش كده في الحامل اللي انا عاملاه للطاسات، فعايزه يعني اوفق لها كده مكان. فقلت خلاص لما ارجع بقى مسحلش نفسي، لما ارجع هبقى اشوف القصه دي. فيلا بينا، مستنيه اوردر برضو لما اجي هبقى استلم، وبفرجكم بقى ايه على الحاجات اللي انا جبتها لدلع العيد مره واحده. فبس لما استلم الاوردر التاني يعني. يلا دعواتكم، عشان انا بنام كلينيكيا، انا نايمه اصلا وانا بتكلم معاكم، فانزل احاول افوق كده. انا جيت وما قدرتش الفلف. انا جبت العيال بيجامات العيد، بس زوما لقيت لهاش حاجه مناسبه قوي، وما قدرتش حتى يعني. بصيت بصه كده انا بيجامه عيد ليا بس ما لقيتش. المهم بقى جبت البت لولا بيجامتين سكر هي اصلا سكرايه سكر، وهتلبس عسل. بس انا هفرجكم. انا كان نفسي اجيب لي انا كمان بيجامه بس ما لقيتش. مش مشكله، نبقى ننزل تاني. انا اصلا كنت عايزه ان نبقى نازلين بيهم وكده ونفرحهم وبتاع، بس الموضوع كان سكتم بكتم، وبجد مش قادره الفلف اساسا. الدنيا الحمد لله مش زحمه، بس انا مش قادره. دي السلولي ودي الزوزو، بس ده يعني يعتبر طقم خروج مش بيجامه. فانا وزوزو ناقصنا بيجامه. كنت عايزه اعدي على محل كده بيبيعوا البيجامات اللي هي ايه اعمار مختلفه نفس الديزاين، بس ما قدرتش. كنت هجيب لنا وهي نفس الشكل، فارجع وايدي فاضيه مثلا ازعل نفسي مثلا يعني. انا نزلت وجيت على الفاضي.
جبت لي كفر موبايل جديد. شكله سكر، ها شكله صيفي، بما ان النهارده الجو حر. بحر بقى، انا عايزه بحر في حياتي. خلاص انا كده جاهزه ومستعده. معايا كفر موبايل، جبت بوركيني جديد، جبت كاش مايو جديد، جبت حتى البوني جديد. خلاص انا جاهزه بقى، ما ناقصليش غير العوامه. دلوقتي هتوضى واصلي الظهر وشكلي هنام بجد. فكرة مش قادره بقى اصمت. ممكن انام لي ساعه واحده واصحى اعمل اديت للروتين اللي فات وانزله لكم، وفي انتظار الاوردر التاني عشان افرجكم على كل مره واحده. يكشي يجي. بس انا المشكله بقى في الموبايل وانا نايمه. اللي يحصل في العالم. انا قافله الموبايل، لما اصحى نبقى نشوف ايه اللي بيحصل في العالم. خايفه اقفل الموبايل مندوب يرن عليا، ولو ما استلمتش النهارده خلاص النهارده الخميس محدش هيسلمني بقى غير بعد العيد. فالمعادله صعبه، مش عارفه اعمل فيها ايه. فخلينا اتوضى واصلي كده واروق واشوف هعمل ايه. شوفولي ايه اللي وصلني، شوفولي بقى عندي عياشه. اخيرا مش هنقعد نشيل ونحط في الفرن. في كل مره هنشوي فيها، نحمر فيها، ننضف فيها الفرن. مش هنقعد بقى نحط ونشيل. خلاص بقى عندنا عياشه بكرامتنا. نحط بقى العيش، نحط المخبوزات، نحط اللي احنا عايزينه. طيب انا عايزه احطها فين؟ انا عايزه احطها هنا كده مكان الاتنين دول. المشكله في ايه؟ المشكله ان الميه هنا الحوض مجرد بس اي شويه ميه هنا تفضل تسحب، لان الرخام عامله كده، فبتفضل تسحب من الميه بقى وتنزل هنا تبهدل الدنيا. فطبعا ده خشب هيشرب الميه. فكرت ان انا احط حاجه زي كده ترفعها، زي ما انا عامله هنا كده مع طبق الفاكهه. حط حاجه رفعاه يعني، بس ده هيرفع قوي العياشه وانا مش عايزاها تترفع قوي، مش عايزاها تبقى عاليه. انا بس عايزه حاجه يعني صينيه مثلا، اي سمك بسيط بحيث ان انا اقدر اشيلها بسهوله، المع تحتيها، اصب من تحتيها، ارجعها تاني من غير ما الخشب نفسه يشرب ميه. فمش عارفه اظبطها ازاي، بس انا مبسوطه. انا مبسوطه ومبروك عليا ان اخيرا بقى عندي عياشه في المطبخ، وشكلها قمر بجد، شكلها قمر قوي قوي، ولايقه كمان على المطبخ قوي. صح، انا لقيت ان هي فيها كاوتشات من تحت، فدي حاجه كويسه، بس محتاجين سمك اعلى برضو عشان الميه ما توصلش الخشب. فممكن لما زوجي قرة عيني يجي اخد رايه في الموضوع ده، يشوف هيحلها لي ازاي. دي مشكلته. انا كان مشكلتي ان انا اعمل الاوردر واجيبها. انا جبت اللي عليا، خلاص خلصت المهمه اللي عليا. هو بقى يشوف هيتصرف لي في الموضوع ده ازاي، لان هي ملهاش اي مكان تاني غير هنا. يعني اي مكان تاني هتحط فيها تضيق الدنيا، بس فانا عايزه احطها هنا. فنشوف بقى لما يجي هيقول لنا ايه. يا الف مرحب واهلا وسهلا. جميله. تتكلم كلمتين وترجع تاني مكسوفه يا رب. حلو، الحمد لله على نعمه زي كده. بيتزا وصلت، بس انا في معركه. انجز بقى نص ساعه دي كده في السريع. اول حديث صحي. 3 عندك تأكيد ضمير لما تقول كلمة لا. 4 بتتأثر كتير قوي 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 وبتشفر كتير قوي قوي قوي. يا سيدي يا سيدي، طلعت الصينية بقى عشان اسخن فيها، وهبتدي اسخن دلوقتي الساعة 6:05 بالظبط. يعني يا دوب، بس انا لسه في المعركة عادي جدا، لسه في خضار عايز يتفضى وكده، فتمام يعني. البيتزا التانية، اول واحده كانت تشيكن رانش. للاسف من الحاجات اللي اكتشفت ان هي بهدلت لي التلاجة. عماله اقول لكم بجد متبهدله بطريقه غريبه، يعني مش العادي. اوكي احنا ايدينا رايحه جايه عليها، بس مش لدرجه البهدله دي. فالمهم اكتشفت انه البرطمان اللي انا كنت لسه جايباه بتاع المخلل اصلا بيوقع ميه. انا كنت سايباه كده مدلوق عشان المفروض يبقى المخلل كله متغطي بالميه، ده بقى لقيته بيسرب. فطبعا هفضي بقى المخلل في حاجه تانية، لان كده الوضع مش هينفع، هيبهدل لي التلاجة. البيتزا التالتة بقى مارجريتا، ودي طبعا للعيال مش لينا خالص. لولا نايمة، ودي حاجة ما حصلتش مثلا من اول رمضان. ان شاء الله نفطر كده في هدوء. المهم اول ما بطننا رقت يوم واحد بعتنا جبنا تمر وصوبيا على طول على طول. براعي ما الايمان. يلا ابر سلي ابر.
هو كله سجود سجود؟ ها كله سجود؟ اي تشتت، اي حاجه. يلا نكمل احنا. ايه بس بصوا بقى، ده اللي كنت بقول لكم عليه. شايفين الميه؟ فطبعا بقى هشوف اي برطمان واحط فيه المخلل كله. كملوا البرطمان العادي لازم يعني افتكاسات. تقريبا ده التقليد بقى، اكيد مش الاصلي يعني طالما بيعمل كده، مش عارفه بصراحه. مين هينام بقى النهارده وتلاجته رايقه؟ انا طبعا عشان فضلت اروح واجي يعني مخلصتش على مرحله واحده، فما عرفتش اشارك معاكم. بس مجرد ما العيال ناموا بقى قلت لازم افرجكوا على الترويقه التمام. الا ما في ضرفه ما اتغسلتش، كله اتغسل. تسلم ايدي، صح ولا لا؟ الحمد لله. قدينا رسالتنا. ما قدرتش بقى اخلص الحوض، مش مشكله، بكره بحط غسله لان انا فعلا مش قادره، بس هنام ومطبخي رايق، فانا سعيده الحمد لله. يلا تصبحوا على خير. صباح الخير. الساعه دلوقتي 9:30 الصبح، يوم الجمعه قبل العيد، واحنا حالا هناخد العيال وهننزل نجيب لهم لبس العيد وربنا يستر، ونلحق كده قبل الصلاه على طول. فان شاء الله تبقى الدنيا رايقه ونلاقي حاجه كويسه ونجيبها. الجو تراب جدا، فلما نيجي بقى هعمل حاله طوارئ كده، هبقى اوريكم هعمل ايه عشان بس نقلل التراب شويه، عشان مش ناقصين تنظيفات تاني. بلس تنظيفات العيد خلاص كده كفايه علينا يعني، فمش عايزين الدنيا تتطرب، وانا حرفيا كل حاجه بقى عليها تراب. فلما نيجي كده هقول لكم ممكن نعمل ايه بحيث ان احنا نقلل التراب شويه. طبعا قفلنا كل حاجه. لولو هو خير ثوابا وخير عقبا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. بابا هو احنا انتوا اللي بتدخلوني الجامعة ولا هما؟ انتي لازم يا زوزو تذاكري كويس وتبقي شاطرة علشان تدخلي جامعة كويسة فيها ناس شطار زيك، فيها ناس حلوة زيك. امال لو ما ذاكرتيش كويس هتخشي جامعة مش حلوة فيها ناس مش شاطرة. احنا نعمل ايه؟ نذاكر كويس، صح يا ماما؟ ايه الجو ده؟ ايه الجو الصيفي البحت ده يا لول؟ صحاب الجيوب الانفية هتجمع هنا الاصحاب. يا متاني عون. كلنا عاملين نعمل كده. دي بتمثلني، الام دي بتمثلني انا وانا مفرهده. لسه جايين، وليد وصلني وراح هو يصلي الجمعه هو ولولا، وسولي وزوزو بقى معايا جوه. الحمد لله جبنا لهم لبس العيد كلهم، بس انا ما لقيتش بيجامه عيد حلوه ليا يعني. كنت عايزاها حاجه خريفي كده بكم اللي هو اقعد بيها ليل ونهار، فما لقيتش حاجات ليا قطات بقى وشورتات وكده، يا اما حاجات شتوي او يعني حاجات بسيطه يعني. فما جبتش، انا عندي كذا حاجه، انا كنت جايبه اصلا كذا حاجه وكده، بس يعني جايبه حاجات صيفي بحت يعني، فمش تنفع اصلا في يومين العيد، فما جبتش بقى. حتى وليد برضو كان فيه تي شيرت كده كان عاجبني قوي، قلت له هيبقى عليك تحفه بجد، ادخل هاته. فقال لا ولازم اقيس ولازم، قلت له هاته وبعد كده نبقى نشوف لو في حاجه نبقى ننزل نبدله ونعمله. المهم هاته. المحل ده قبل كده رحنا كان فيه كذا حاجه عجبانا، وكان دايما تبقى المقاسات خلصانه وكده، فقلت له هاته اضمن، مرضيش. قال لي بكره نبقى ننزل حتى في البدري، بس يعني خلاص ده بكره المفروض يعني على حسبة بعض الناس الواقفه، فمش عارفه بصراحه هنلحق ننزل بكره ولا لا. وانا هشوف لي بقى اي حاجه جديده كده اطلعها البسها وخلاص، عشان انا لو ما لقيتش حاجه انا مقتنعه بيها مش هجيبها يعني، مش اللي هو يعني هجيبها وخلاص، لا انا عايزه برضو حاجه ابقى مرتاحه فيها واجيبها والبسها بعدين.
بس انا حاسه بقى ان انا هطول عليكم قوي في الفلوج ده، والاوردر التاني بتاع البادي كير والدلع وكده ما وصلش، مش عارفه بقى يلحق يوصلني قبل العيد ولا ايه. لو وصل هصور يعني هكمل معاكم تصوير، لو ما وصلش مش عارفه انا كنت هقدر ابتدي معاكم فلوج جديد ولا لا. فممكن دلوقتي اختم معاكم الروتين بتاعنا النهارده، اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، واقول لكم مش عايزين ننسى كلنا ان احنا ندعي لاخواتنا واهالينا في غزه، لانه انا مش عايزه اسيب نفسي بجد لحاله الاكتئاب اللي انا دخلت فيها قبل كده. بس الوضع صعب 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 فوق ما اي حد يتخيله. الواحد مش عارف يعني هيدخل عليا ده ازاي كده. الواحد مش هيسيب نفسه الحالة دي، بس مينفعش برضه ننساهم يعني، حتى لو هنفتكرهم في دعواتنا في الأيام المباركة دي. معرفش اخد حريتي وانسى بس ان زوزو سمعتني ان انا ساكتة جت تبص عليا، راحت تجيب صوري يتفرجوا عليا. ادعوا لهم بقى. يلا سلام. بتعيطي بجد لا مش ولا بعيط. جبت انا بقى فرخه متبله وجاهزه، قلت ايه تبقى اكله سهله كده في يوم انا مش قادره فيه. انا النهارده يوم انا مش قادره فيه، فهدخلها الفرن، هغطيها بس بورق زبده وورق فويل، وكمان هي بيبقى تحتيها كده شرايح من البطاطس، فانا هزود عليها بطاطسيتين مثلا عشان تكفي، وهعمل شويه رزايه بس هي بتبقى جميله ومتبله حلوه قوي. هنقلها بس في صينيه اكبر، عشان قبل كده زودت بطاطس وسبتها كده زي ما هي وغطيتها ودخلتها، فالطاجن كان صغير ففار بقى في الفرن وكده، فهنقل في صينيه اكبر وهزود شرايح البطاطس تحتيها بس، ويبقى كده الفطار خلص. فاضل اصلا ساعه ونص على الفطار. الزغلول التاني تمت المهمه بنجاح. يلا يلا اجري على الاوضه، اجري اجري زبله اجري. الزغلول التالت حمية العيد. يتي قمر يتي عسل، يلا عشان نعمل شعرك. يلا باي. وانتي شعرك انتي كمان برضه، وانتي جايبالك يا لولو شوية الأز بتوعك، شوية الأز. سخن يا لالا. استني افرش طيب الترابيزه، افرش. طاطس وقز. ليه ما تاكليها حلوه؟ هاتي متشكرين. يلا لول. دي ما لهاش علاقه بينا يعني، احنا نفطر وقت ما نفطر، هي ما نضيعش وقت. نتغاضى عن صوت الصويت ونركز مع البكبكه. مفيش كيك دلوقتي يا لولو. هتخلصيها كلها هنا، كل مره بتسهيني تخليني احط لها ميه تشرب بق وتروح تدلقه بقى في اي مكان الباقي. ماله بابا؟ هاتي الكوبايه وبعدين روحي لبابا. بصوا بتتسرسب تتسحب، تروح بقى على ترابيزه، تروح على اي حاجه وتدلق بقى. هاتي يا بت ها شنطتي دي. اشكرك. شوفوا الحلاوه، شوفوا الجمال. المهم بقى ان انا بعد ما بديها وش من الظهر بقلبها الناحيه التانية واديها وش برضو، بحيث ايه مش ناحيه تبقى متحمره والتانية لا الاتنين يتحمروا معانا، فيبقى الطعم واحد. بس اقطعها كده بالسكينه في السريع عشان ايه تبرد، وهغرب بقى الرز. عملت لهم رزايه. بكلمكم من يوم الوقفه
هضطر بقى ان انا اقفل معاكم الروتين بتاعنا النهارده. انا بس يعني كنت عايزه اقول لكم ان انا امبارح ما كانش قصدي ان انا انكد، بالعكس انا بحب العيد وفرحته وبهجته، والمفروض ان احنا نفرح، يعني انه ربنا اصلا مدينا فرحه وخير يعني. بس انا امبارح بجد يعني كنت شفت كذا بوست كده ورا بعض عن اللي بيحصل، فكنت متاثره قوي. وفي نفس الوقت عارفين انت كمامي ما بتقدريش تاخدي راحتك حتى في العياط، انت لو عايزه تفلقي من العياط حتى مش هتعرفي، طول الوقت متراقبه وكده والعيال حواليكي. ف يا موسى دلوقتي بصوا متعلقه اصلا على الشباك عشان اختم معاكم. بصوا لا فيش فرصه الواحد حتى ان هو يزعل. لا ما بنطلعش عند الشباك يا اوعي. فكل سنه وانتم طيبين. لو قدرت النهارده اصور معاكم روتين يوم الوقفه هعمل كده، بس واضح ان انا مش هقدر عشان العيال مش مبطلين شقاوه ولا ثانيه. لا فيش قوي لولو، فيش قوي. يلا كل سنه وانتم طيبين، هتوحشوني.